انت لازم يكون عندك اتجاه واضح في البيزنس بتاعك. كموظف لازم يكون عندك اهداف واضحه، ما يهمش تروحها بسرعه، بس المهم اهدافك تكون واضحه، الدايركشنز بتاعتك تكون واضحه وتكون كلير، وتبقى عارف ان انت رايح لها، تروح لها في يوم، تروح لها في شهر، تروح لها في شهرين، it doesn't matter. it matter بس ان انت تكون عارف الدايركشنز بتاعتك، تبقى عارف ان كل اللي بتعمله هو موديك في الحته اللي انت عايز تروحها. مش مهم ان انت رايح بسرعه، لان انت ممكن تكون رايح بسرعه اصلا في حته انت مش عارفها، ممكن تبقى رايح بسرعه ومن كتر السرعه تغلط في الدايركشنز بتاعك وتطلع تروح في حته ثانيه. فالدايركشن بتاعك اهم 100 مره من السرعه بتاعتك. وانت في البيزنس بتاعك يجيلك فكره في دماغك، ما ينفعش الفكره تيجي يلا هنطبقها دلوقتي حالا وهنعملها دلوقتي حالا وهاتولي بتوع الماركتينج وهاتولي بتوع السيلز وتقلب الشركه على بعضها عشان في فكره جات لك في دماغك. لا، هو في دايركشن، في اتجاه انت رايح، في بيزنس بلان معموله، في ماركتينج بلان معموله للناس بتاعت الماركتينج، في سيلز بلان وفي سيلز تارجت معمول. ولو انت جات لك حاجه محتاجه تعملها بسرعه، يبقى تاخد ستيب باك كده وتجيب البلانز بتاعتك وتقول اللي انا هعمله ده في الدايركشن ولا لا، موديني في نفس الحته ولا لا، ولا مخليني ساق وخلاص، مخليني هجري وخلاص. لو هو في نفس الحته يبقى جو اهيد، انت في التمام. لو هو مش في نفس الحته يبقى لازم ماتر اصلا ان انت تعمله بسرعه او تعمله بالراحه او ما تعملوش اصلا. سلام. لو عجبك كلامي اكتب لي في الكومنتات تحت، هتلاقيني طلعت لك تاني كل يوم.